الناس مستنيه النادي المصري بفارغ الصبر. يعني الدليل على كلامي ده ان الناس من اول ما بدانا فتره الاعداد لغايه النهارده اللي انا اليوم اللي بكلم مع حضرتك فيه ده، الناس كلها متشوقه انها تشوف النادي المصري. يعني احنا بنروح نلعب، عملنا معسكر في اسماعيليه، كل الناس جت ورانا، بتوع اسماعيليه قبل بتوع بورسعيد. يعني رحنا لعبنا، عايزين نلعب الفرق، لو حتى نلعب، انا عندنا استعداد نلعب النادي الاهلي، لان احنا ما فيش مشكله بيننا وبين النادي الاهلي. خلاص احنا ما عادش خلاص في بقى يعني ايه مشاكل، خلاص الامور جمهور واحد، كان مصري زمالك اسماعيلي اهلي، احنا كلنا جمهور واحد، كلنا مصريين. فانا شايف يا كابتن ربنا سبحانه وتعالى كابتن خلق نعمه النسيان، فاحنا لازم يا جماعه كلنا نتكاتف مع بعض، احنا كلنا مصريين، كفايه خلاص دم، كفايه مشاكل. فان شاء الله باذن الله كابتن انا شايف النادي المصري يكون موجود في الجدول بعد ظهور الطرف الثالث. طبعا يا كابتن، طبعا والله كابتن حضرتك هو كل حاجه سبحان الله يعني بتبان، فربنا ان شاء الله يكرمنا ان شاء الله، والنادي المصري يكون في الجدول الطبيعي يا كابتن. ولو قابلنا كابتن النادي الاهلي امور طبيعيه، عدى امر طبيعي ان شاء الله، احنا اخوات وحبايب، اهلي زمالك مصري كلنا مصريين. لعبنا كم من المباريات الكبيره الفتره اللي فاتت، يمكن كان اغلبها مع القسم الثاني، ويمكن احنا لعبنا في المعسكر الاسماعيليه مع 3 فرق في الدوري الممتاز، ولعبنا مع مباراه القناه يوم الخميس. ان شاء الله الفتره الجايه برضو يبقى في مباريات قويه ان شاء الله تتلعب، فاعتقد ان الحمد لله يعني الفريق مستعد كويس جدا ان شاء الله للدوري يعني. والحمد لله الواحد بيعمل اللي عليه والباقي على ربنا. والقرعه بالنسبه القرعه شايف ان هي كويسه، وقعنا في مجموعه لحد ما فيها الزمالك واسماعيلي، ان شاء الله باذن الله نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. ان شاء الله مستعدين لاي ماتش، جاهزين الحمد لله، متمرنين كويس وبدني ولاعبين ماتشات كويسه. ان شاء الله نلعب في اي مجموعه، المجموعتين كويسين. احنا تالي احنا معانا اقوى الفرق شويه في الدوري عن المجموعه الاهلي، فالحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله. ومش فرقش معانا اي نادي، ان شاء الله احنا نادي كبير طبعا زينا زي اي نادي، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق ان شاء الله بطوله ماتش كويس ان شاء الله في الماتشات الجايه باذن الله. لازم لعيبه المصري وفريق المصري يحصل على حوافز ماديه ونفسيه ومعنويه من الجماهير ومن اداره النادي. فانا اتمنى يعني المبلغ اللي محطوط مش موجود ابدا في اي حاجه. هو الاختلاف على بند او بندين اللي هم بتاع المكافاه تقريبا في 2000 او 2000 ونص، وانتوا عايزين زياده بالظبط كده. فيعني انا يعني كابتن طارق في فرقه السنه اللي فاتت 9000 و12000 والله العظيم 3 والله. يعني موضوع مثلا 2000 و3000 دي يعني ده الممتاز بيدي 4000 دلوقتي. يعني فاحنا يعني طبعا هم المجلس انا عارف ان كان في ضغوط عليهم من بره النادي، لعيبه بتشفط فلوس النادي، اللعيبه خدت 25% ودي حاجه عاديه جدا. يعني اللعيبه في النادي المصري طول عمرها بتاخد 50% مش 25، والاقساطها بتاخد من اول الشهر على طول، وبوكيت ماني جامد ومكافآت وشغل يعني لعيبه النادي المصري يعني واخدين على كده. القرعه شايفها من وجهه نظرك ازاي؟ قرعه المجموعه. والله القرعه كويسه اصل انت لازم تتقبل اي انديه معاك. يعني افرض الدوري ده كان مجموعه واحده بدورين وكده، ما انت هتلعب قدام كل الناس يعني، فانت لازم تبقى جاهز لكل الناس يعني. واحنا الحمد لله احنا فرقه كبيره ولاعيبه كويسه الحمد لله، ومستعدين ان شاء الله للدوري يعني ان شاء الله. الاقتراح الاخر وهو ملعب استاد الجيش بالسويس، واعتقد ان هو ده الاقتراح الارجح يعني بالنسبه للاتحاد الكوره. وان شاء الله لو يعني مش هيبقى في مشكله برضو، خط القناه كلنا اسره واحده وكلنا واحد، وان شاء الله مش هيحصل اي مشكله على الاقل في هذه الفتره. وبعد كده ان شاء الله الامور هتسوى لوحدها، ويحصل ان شاء الله صلح ما بين الاخوه وبعضهم وبعض، وبين الاهلي وبين المصري، وان شاء الله ما فيش مشكله خالص. هي ظروف وحصلت، والكل يعلم براءه النادي المصري من هذا الموضوع. نقلنا لكم اراء اعضاء جمعيه عموميه للنادي المصري، جهاز فني للنادي المصري، بعض اللاعيبه القدامى للنادي المصري، عن كل ما يدور داخل النادي المصري. لبرنامج الرياضه اليوم كابتن خالد الغندور، كان معكم طارق هاشم، الرياضه اليوم. شفنا تقرير عن النادي المصري، لعيبة النادي المصري والجهاز الفني. احنا كلنا عايزين الدوري يرجع، ولكن فكرة عودة المصري بعد غياب موسم وبعد الحادث الأليم اللي حصل يوم ماتش المصري والنادي الأهلي، تربص البعض بالنادي المصري كنادي وكلعيبة وكمجلس إدارة.
بتشوفوا ازاي عودة النادي المصري الفترة اللي جاية؟ هل ممكن المواضيع تعدي سهلة والنادي المصري يلعب كل مبارياته ويعدي الدوري العام القادم بلا مشاكل؟ عشان كده النهاردة حابين نفتح القضية دي قبل فترة من بداية الدوري العام، لأنها أعتقد أن هي أهم مشكلة بتواجه الدوري العام وبتمنع عودة الدوري العام بقاله سنتين بسبب أولتراس أهلاوي وفكرة عدم الرغبة في عودة النادي المصري مرة أخرى للدوري العام. عشان كده معايا ومعاكم النهاردة الأستاذ ياسر يحيى القائم بأعمال رئيس النادي المصري بعد رحيل كامل أبو علي، وأيضا الأستاذ محمد الخولي عضو مجلس إدارة النادي المصري. أستاذ ياسر ازي حضرتك ومشرفنا في الرياضة اليوم. ربنا يكرمك يا كابتن. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أستاذ ياسر بداية كده بترى ازاي عودة النادي المصري رغم ان كامل ابو علي بعد عن الموضوع وكان ليه قرار انه لا ما ينفعش نرجع السنه دي خالص؟ والله يا كابتن خالد خليني ابدا بس الاول برساله شكر وحب وتقدير. انا ما حصليش الشرف ان انا اكون ضيف عندك قبل كده في الاستوديو على الهواء، هي هتبقى شهاده مجروحه عشان انا قاعد قدامك، بس بكل امانه انت من الاعلاميين القليلين اللي كانوا معانا من بدايه احداث مباراه الاهلي والمصري، اللي كنت اكد الموضوع بشكل حيادي، مش عايز اقول ان بشكل حيادي، ان حضرتك قبل كده انتقدتنا واحنا تقبلنا، انتقدت الناحيه الثانيه واحنا تقبلنا، بس حضرتك كنت بتتعامل مع الموضوع بكل حياديه، كنت شايف القصه اللي احنا وصلنا له دلوقتي كنت انت شايفه من الاول. في وقت كان معظم الاعلاميين اللي هم اعلاميين السبوبه كانوا بيوسعوا الفجوه بيننا وبين اخواننا في جماهير الاهلي. كويس قوي يا باشمهندس ياسر ان اللي بيحصل ده مش طبيعي، وان في دي بورسعيد دي مصر ومصر هي بورسعيد، وعمر ما بورسعيد هتكون حاجه غير مصر، وكنت شايف ان دي اللي بتمر بيها مصر دي واحده من اللي بيحصل لمصر، وفي النهايه يعني احنا بلد واحده، وبورسعيد عمرها ما هتبقى بعيده عن الصوره يعني. بالظبط كده يا كابتن خالد. فانا كنت بس حابب دي امانه من كل اهل بورسعيد. يمكن انا كنت النهارده قابلت راجل كبير كده والله بنفس الطريقه قال لي لما تشوف الكابتن خالد سلم عليه واشكره. ربنا يخليك. الناس اللي هم يا دوبك بيملأوا يا دوبك بيجيبوا قوت يومهم، قال لي كده بنفس الطريقه، لان الناس كلها حست احنا كنا كان كل فرد في بورسعيد حاسس بالاقصاء، حاسس ان احنا ما عندناش مساحه. فالحمد لله الامور عدت، والامور بفضل الناس الشرفاء اللي زي كابتن خالد. انا بقول عوده النادي المصري يمكن هي الحمد لله السنه دي، يمكن احنا لسه كانت بدايه القرعه كانت من يومين، الحمد لله دي كانت اول خطوه ناخدها في عوده النادي المصري كعضو في المنظومه الرياضيه. يعني هو كان استاذ كامل زي ما انت قلت حضرتك، كان طبعا احنا بنكن له كل حب واحترام. احنا برضو لازلنا تابعين لمجلس استاذ كامل، احنا بدأنا مع بعض القصة، مشينا في خطوات عودة ان احنا نخلص المشكلة دي. محكمة رياضية انصفتنا وجابت غرامة على اتحاد الكوره، محكمة فيدرالية كذلك. فاحنا الحمد لله قانونيا الحمد لله كل ابواب القانونية احنا سلكناها. يمكن في ناس موجودة، يمكن بكرة في اخواننا برضو في منهم طبعا المظلومين، احنا بنتمنى القصاص من العمل كده. كلنا اي فرد في بورسعيد بيتمنى القصاص من اللي تسبب في الحادث الاليم اللي حصل ده. مشينا في الخطوات بفضل برضو كنا المجلس كلنا تابعين للاستاذ كامل ابو علي. الحمد لله وصلنا لمرحله ان احنا قفلنا كل ابواب نزول النادي المصري. وبعدين استاذ كامل كان ليه وجهه نظر ان احنا السنه دي نريح، على اساس احنا البلد لسه في ابواب كتيره مفتحه، كمجلس كوزاره الدفاع وزاره الداخليه وراها حاجات كتير سياسيه، فكان ليه وجهه نظر. بس احنا الشارع عندنا ما عادش حد متقبل عدم عوده النادي المصري، خلاص الناس تعبت، لان احنا عندنا في بورسعيد يمكن المنفذ الوحيد او المتعه الوحيده لجمهور بورسعيد هي النادي المصري بالنسبه له. فخلاص كنا وصلنا لاخر مرحله. فكان برضه اللي كان ليه فضل رئيسي في ان احنا برضه ناخد الخطوه دي سياده اللواء سماح قنديل، رحنا قعدنا معاه، الراجل بورسعيدي برضه حاسس سياده محافظ بورسعيد، حاسس برضه بقد ايه حته عوده الرياضه دي مهمه، ومهمه كمان عشان الشباب اللي موجودين او الناس اللي هم بينتموا لمجموعه الالتراس خلاص يتنفسوا ويبعدوا بقى عن حته ان هم ينساقوا
امور سياسيه او يخشوا في مشاكل. فكان ليه توجه، هو كان موجود معانا كمان الحاكم العسكري سياده اللواء عادل غضبان، وقعدنا واتفقنا على عوده النادي المصري. وجينا وجبنا اللعيبه وقعدنا معاهم. كان لنا توجه ان يكون معانا مجموعه من اللعيبه البورسعيديه، لان اكتر ناس حاسه بالقصه. كان في جبت كريم ذكري كابتن المصري واسامه عزب وقعدنا وجبنا اللعيبه كلها وكلمنا. في بقى لعيبه عادت زي محمود عبد الحكيم. انا عايز اقول لك يعتبر قوام الفرقه الرئيسي كله عاد. طب ممكن تقول لي القوام ده عشان الناس برضو في عندنا زي ما انت قلت محمود عبد الحكيم، كان مع ان محمود مثلا كان عقده المفروض انتهى معانا وكان جاي له عقود بره في انديه اخرى. فالراجل كان مستني هل النادي المصري راجع او مش راجع. هو كان في سموحه اخر حاجه. اخر حاجه كان في سموحه، وكان عندك اكتر من لاعب اعرف في سموحه. كان في اكتر من لاعب، وكل دول عادوا. احنا ما فيش عندنا بس يعتبر عبد الله السيسيل يعتبر كان عقده انتهى. وكان في احمد فوزي، واحمد فوزي يعتبر رجع تاني. كان مضى مع الزمالك وكان فسخ عقده. كان مضى مع الزمالك، وهو لما عرف، لان مضى على الزمالك قبل ما نعرف ان احنا راجعين. واول ما عرف ان احنا راجعين فكلمنا، وكنا كلمنا الكابتن حلمي طلان وكلمنا الناس المسؤوله في نادي الزمالك وتفهموا الموقف. ورجع لهم الشيك، ومعانا موجود احمد فوزي. يعني انت عندك قوام محترم لفريق قوي ممكن ينافس. الحمد لله احنا عندنا فرقه ترضي غرور جماهير بورسعيد. يعتبر قوام الفرقه زي ما حضرتك قلت كله موجود. عندنا الشناوي وعندنا اسامه عزب. احمد الشناوي حارس مرمى. احمد الشناوي حارس مرمى، واسامه عزب وكريم ذكري واسلام صلاح، وعندنا محمود شاكر. اسلام ده كان بيلعب في اسلام كان اعرف في الداخليه. هو كان عامل بوني تيل كده. أيوة. ولعيب كويس. اسلام برضو من اللعيبه الكويسه اللي هيبقوا من السردباكات اللي بيتعدوا في مصر يعني. وعندنا كمان محمود شاكر عبد الفتاح طبعا حسام حسن الراجل برضو رجع. حسام رجع برضو كلمني. حسام حسن الديفندر بتاع منتخب مصر الاولمبي. انا عايز اقول لك ان اي حد اتكلمت معاه انا اي حد اتكلمت معاه من اللي شافه من النادي المصري ومن مجلس استاذ كامل او من استاذ كامل ابو علي المعامله. فما فيش حد اتاخر. وعايز اقول ان الناس كانت سقف عودها مثلا نزل حوالي 60% من عقدهم. الناس كلها ما كل الناس دلوقتي يعني نظرا بتمر بيها الكوره ماشي. بس هو النادي المصري كابتن كان ليه وضع خاص ان انت هتيجي وعارف في مشاكل في مشاكل وكده. طيب ارجع لك تاني يا استاذ ياسر، اروح للاستاذ محمد الخولي. ليه الناس بتصنف ان النادي المصري نادي قاتل، وان مجلس ادارته بقى مجلس اداره قاتل، وان اللعيبه قتله، يعني خلاص بقى التوجه للالتراس ان انتوا القتله، يعني تقول لهم ايه؟ هو انا هرد على سؤال حضرتك ان شاء الله دلوقتي. بس تاكيدا لكلام الاستاذ ياسر، احنا مش عاوزين ننسى نقطه، ونقطه مهمه جدا. ان احنا السنه اللي فاتت اعتذرنا عن الدوري العام بمحض ارادتنا احنا. صحيح. وده طبعا كان نبع، يعني مش هقول لك يعني نبع وطنيه مننا كلنا كمجلس اداره. وكان ده الاتجاه جوه الشارع البورسعيدي بمنتهى الامانه. بلاش نرجع دلوقتي. بلاش دلوقتي. وبالفعل احنا يعني ودوت كان تقديرا مننا واحتراما مننا لاهالي الشهداء، شهداء النادي الاهلي في التوقيت دوت. مع احترامنا ومع تقديرنا لمجلس اداره النادي الاهلي، لجمهور النادي الاهلي، لاعلام النادي الاهلي. احنا موضوع عوده النادي المصري ديت للدوري ده موضوع منتهي، يعني بالنسبه لنا احنا موضوع منتهي خلاص. احنا طيب بناء على بالنسبه لسؤالي بقى. بالنسبه لسؤال حضرتك، يعني انا مش عارف والله. ربنا سبحانه وتعالى خلق نعمه النسيان، واحنا يعني انا شايف ان التوجه او الاعلام كان ليه سبب في حضرتك بتتكلم فيه، او الموقف الصعب اللي حضرتك بتتكلم فيه. انتوا كنتوا قادرين تامنوا المباراه اكتر من كده؟ انتوا مسؤولين عن الامن في الاستاد بورسعيد، انتوا يعني ايه كان دوركم؟ يعني ممكن هو يمكن انا ما كنتش موجود ساعتها عضو مجلس اداره في النادي المصري، كان استاذ ياسر موجود. لكن صدقني هو الموضوع يعني اكيد الموضوع ده فاعل اكيد مليون في المية. ولا ليش في بورسعيد استاذ محمد عارف او حاسس مين الفاعل، مين المتسبب في ده؟ اكيد جوه بورسعيد ممكن يكون حد فاهم ممكن ده مين اللي عمل كده او تسبب في كده. كابتن خالد، الايام هتثبت ان نادي النصر وجمهور نادي النصر وشعب بورسعيد بريء من النصيبه اللي حصلت عندنا. احنا كل الحكايه اللي احنا كنا
موقع للحدث مش اكتر من كده. احنا مكان للحدث. كان ممكن المحله تبقى موقع للحدث، كان قبلنا المحله، كان ممكن لولا الامن يعني كان بعدنا او قبلنا تقريبا الزمالك في ماتش افريقيا التونسي. احنا مكان وحصلت فيه النصيبه اللي حصلت او الكارثه اللي حصلت، لكن احنا يعني مدينا ايدينا للجميع. احنا كمجلس بعد كده كمان فقدتوا شهداء كتير. 53 شهيد. انا كنت هاجي لك لسه في موضوع بسبب ده كمان. احنا عندنا 53 شهيد لهم صله بالموضوع دوت. طبعا يوم الحكم، يوم النطق بالحكم في القضيه. ما تعرفش مين اللي كان متسبب برضه ولا؟ والله انا ما في قتل السعديه دول ولا مش؟ لا هو طبعا يعني لغايه دلوقتي في تحقيقات والموضوع محدش عارف. لا الموضوع بس هو طبعا يعني الموضوع كان صعب، وكان يوم صعب على بورسعيد وعلى اهل بورسعيد. تمام. استاذ ياسر ارجع لك تاني واساله نفس السؤال. ليه الناس تحس ان ليه موجه ليكم الاتهام كمجلس اداره وكلاعيبه وكنادي، كاسم نادي حتى النادي المصري؟ والله يا كابتن انا برضو عايز اسال السؤال ده. احنا كنادي مصري مش طرف في القصه. يمكن احنا كنا خارجين من ثوره. هل اي حدث حصل خارج عن نطاق القانون، لو حصل في اسكندريه مش عارف يبقى خلاص نقاطع اهل اسكندريه، ولو حصل في اي بلد احنا مش طرف. يعني احنا زي ما قال استاذ محمد احنا كنا مسرح واحنا خارجين من ثوره وحصل اللي حصل ده. فانا عايز بقى اقول ان التعامل مع القصه، التعامل اعلاميا والتعامل مع القصه هو وسع الفجوه بيننا وبين جمهور الاهلي. النهارده احنا كنادي مصري كمنظومه رياضيه كلها احنا ايه ذنبنا في القصه دي؟ هل الاحداث اللي مرت وحضرتك وكل الاعلاميين عارفينها بالنسبه لسياسات الالتراس الخارجه عن القانون، هل يعني حصل حاجات مش عايزين نرجع ليها تاني كالتراس اهلاوي حرق مش عارف اتوبيس مين؟ هل نحاسب مجلس اداره النادي او لعيبه النادي الاهلي؟ كل الاحداث اللي بتحصل دي حاجات خارجه عن نطاق. انا كنادي مصري، انت كمجلس اداره ما تقدرش انا كمنظومه رياضيه كنادي مصري انا مش منوط بيا ان انا احمي. اذا كان في امن الجهه المنوط بها الحمايه ما كانتش قادره تحمي، انا كراجل مدني هامن ازاي او احمي ازاي؟ فانا عايز اقول بس ان عايزين بقى نجنب القصه دي. عايزين نرجع تاني خلاص بقى كلنا نسيج وطن واحد وكلنا واحد. يعني في حاجات، يعني انا عايز اقول لك يا كابتن خالد والله يمكن في ناس تزعل مني. انا كنت في اجتماع لجنه الانديه كان في تصويت على لجنه الانديه. انا عن نفسي وعن قناعه اديت صوت النادي الاهلي كابتن حسن حمدي. وكابتن حسن حمدي انا اول مره اتكلم معاه شخصيا. شخصيه محترمه جدا. الراجل كان متفاهم يعني كان قابلني بكل ترحاب. اتضايقت اللي حصل له؟ طبعا يعني طبعا انا بتكلم كان في مؤامره عليه. والله انا مش عايز اقول مؤامره. هو برضه ايه يعني في برضه عيب، يعني عيب. هي طبعا عيب. هي طبعا عيب، بس هي اختلاف في وجهات النظر. يعني انا مع الراجل الكبير العيله في النادي الاهلي كابتن حسن حمدي. الراجل قابلني بكل ترحاب. خرجت بره حصل لي موقف انا حزنت منه. انا بقول لك في حاجات هفوت. حصل لك ايه؟ حصل لي ان انا يعني انا خرجت في بعض القنوات سجلت معاهم. ففي قناه ممكن اقول يعني قناه النادي الاهلي. قناه الاهلي. قناه النادي الاهلي. او قناه الاهلي عفوا. فقابلني المراسل فجاي قال لي انا ممكن اسجل معاك. هو ما يعرفنيش يعني بصراحه. قلت له انت متاكد ان انت عايز تسجل معايا؟ قال لي يعني. قلت له يعني انت متاكد؟ قال لي حضرتك ممثل؟ قلت له انا ممثل النادي المصري. فقال لي لا معلش انا اسف. اتكلم جد. حسسني ان انا من بره مصر، ان انا مش مصري. انا يوميا حزنت جدا واتحركت طبعا. انا عادي. قلت له يعني ليه عشان ابقى فاهم يعني. قال لي معلش كده بنفس الطريقه. انا ما اعرفش بقى من عنده ولا الغلط من سياسه القناه. قال لي اصل انا حتى لو سجلت معاك في القناه مش هيعرضوه. فاحنا ليه بقى؟ ليه وصلنا للمرحله دي؟ طيب معانا على التليفون سياده اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد. سياده اللواء ازي حضرتك؟ اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا سياده اللواء. و يعني عايزين نعرف بس حضرتك، يمكن استاذ ياسر يحيى كان بيكلم ان حضرتك كان ليك دور مهم في عودة النادي المصري والموافقة على اشتراكه هذا العام في الدوري. رؤية حضرتك لعودة المصري مرة أخرى وكيفية تأمين مبارياته؟ اتفضل. والله هي كانت رغبة الجمهور بورسعيد طبعا انه يشوف النادي المصري، والنادي المصري ده يعني بورسعيد كلها بتعشقه. وانا طبعا كابن بورسعيد بحب النادي المصري جدا زي ما كل واحد بورسعيد. وعلى فكرة الموضوع ده يعتبر وراثي. حبنا النادي المصري ده وراثي. النادي المصري ده تاريخ، وكانت هو
كان هو الاداه لمقاومه الاحتلال، كان هو الاداه لمقاومه الفرق الاجنبيه. النادي المصري ده حبه جوانا مش نادي كوره، لا ده حبه لانه نادى من حب بلد وحب مصر. فالحقيقه لما كان القرار ان عوده النادي المصري كان لازم يبقى فيه موافقه، لانه ما ينفعش تحبط امال ومتطلبات شعب، ما ينفعش. ايا كانت التضحيات وايا كان اللي مطلوب، فكان لازم يبقى فيه موافقه على هذا الكلام. لانه النادي المصري مر بشويه يعني زعابيب او شويه مشاكل خلال الفتره اللي فاتت، منها مثلا موضوع مجلس الاداره، لكن انا كان بدايته استعاده له كل الحق طبعا، هو راجل محترم جدا، لكن هو قاسى وشاف كتير خلال السنه اللي فاتت نتيجه الاحداث. الا ان الحمد لله مجموعه الشباب اللي كانوا موجودين معاه رغم الظروف الصعبه اللي مروا بيها، رغم حداثه سنهم، رغم جايز الخبره المحدوده بالنسبه لهم، لكن الحمد لله هم يعني على قدر الامكان اجادوا وحققوا نتائج كويسه ووصلوا بمركب النادي المصري الحمد لله بامان. طيب سياده اللواء، والحقيقه انتوا تحسب لهم. طيب سياده اللواء، عشان يعني عايزين بقى نسال في يعني جوه الموضوع نفسه، ازاي هيتم تامين مباريات؟ يعني مثلا النادي المصري عشان يروح السويس لازم يعدي في طريق، والطريق ده ممكن يكون خطر على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، ازاي هنامن المصري رايح هيمر بثلاث انساق للتامين او 3 مراحل التامين. المرحله الاولى هي نطاق بورسعيد حتى اسماعيليه، المرحله الثانيه داخل مدينه اسماعيليه ونطاقها حتى السويس، المرحله الثالثه السويس. الحقيقه انه طبعا مدير امن بورسعيد الجريس اللي هو محمد، راجل كان مدير مباحث الجيزه وراجل ضابط امن من الدرجه الاولى، وعنده درايه كامله بالامور، واحنا بالتنسيق معاه ومع السيد اللواء العناني مدير امن الاسماعيليه، والعناني طبعا من بورسعيد اساسا، وضابط محترم جدا ويعلم مدى المشاكل اللي ممكن تعترض طريق النادي المصري، بالاضافه للتنسيق مع اللواء العربي السيد والمحافظ السويس ومع السيد مدير الامن. على قدر الامكان ان شاء الله هتنفذ اعمال التامين اللي تكفل للنادي المصري دائما ان شاء الله يبقى في ذهاب وعوده. كان في مفترض خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه ان احنا نتحرك بالنادي المصري الطياره، لكن انا كظابط اساسا قوات مسلحه اعلن ان المجهود الجوي قد يكون متوفر او غير متوفر، لكن صحيح انا متاكد ان القوات المسلحه لو هذا الطلب في ايدها انا ما اعتقدش انها هتبخل علينا ولا ان لعيبه المصري والجهاز الفني هيروحوا بطياره ويرجعوا بطياره. والله انا طرحتها لكن لسه هليكوبتر لم اجد اجابه، لان انا عارف ان الموضوع مرتبط بمجهود جو ومرتبط بالجو ومرتبط كمان بالتاشيره، كمان ممكن الفيزا ما الحقوش يطلعوها. لا هي بس الطيارات الهليكوبتر على فكره عشان حضرتك تبقى عارف دي اقلاعها مرتبط بحاله الجو غير الطيارات العاديه. كمان واحنا داخلين على موسم الشتاء هيبقى ليها تاثير شويه، الجو هيبقى له تاثير على الموافقات. تمام. بالنسبه الملعب اللي هيلعبوا عليه، هل سياده اللواء حصلتوا على الموافقات الرسميه لاستاد الجيش بالثالث بالسويس انه هيستقبل مباريات رايح جاي؟ يعني مصر مش هيلعب في مصر غير في استاد السويس. ان شاء الله هيبقى في استاد السويس ده طبقا للتنسيق اللي تم، وان شاء الله هيكون مؤمن، والموافقه جت خلاص. يعني كل ثقه وعندي كل الامل ان الامور تمشي ان شاء الله على خير باذن الله. الموافقه جت خلاص يا سياده اللواء على الملعب ده. ايوه تمام. بالنسبه للاستاذ كامل ابو علي، كان رجل راس مالي بيصرف بسخاء على النادي المصري، رحيله قد يؤثر على مجلس الاداره وعلى اللاعبين الفتره اللي جايه، ايه دور سياده اللواء سماح قنديل الفتره الجايه في الدعم والمحلات اللي حوالين النادي والنادي الاجتماعي وكلام من هذا القبيل؟ الكابتن او الاستاذ كامل ابو علي او كابتن كامل ابو علي الحقيقه ان هو يعني تولى فعلا الامور، وهو له كل الشكر من جمهور بورسعيد بالكامل لانه تولى الامور الحقيقه. نقدر نقول كان رجل لوحده، الا ان الحمد لله كان في مبلغ متبقي وده اللي احنا استندنا عليه خلال فتره الاعداد. النادي المصري كان له مطلب شويه خلال الفتره الاخيره، دعمناه بجزء ودعمناه بجزء ثاني، وان شاء الله لما يطلب هندعمه ثالث. لكن انا يمكن قلتها من كام يوم، ان شاء الله هنسعى خلال الفتره الجايه ان يبقى المصري او للنادي المصري مكان او اداه تؤدي الى ان يكون في مورد دخل ثابت للنادي المصري، تقيه شر الحاجه حتى لو من محافظ بورسعيد اللي هو من بورسعيد. سياده اللواء انت كنت لعيب كره؟ لا والله ما كنتش لعيب كوره، بس انا يعني زمان كنت بروح استاد النادي المصري مع والدي الله يرحمه مع اخويا الكبير. كنت بتحب الكوره يعني قصدي؟ كنت بحب الكوره لكن انا ما لعبهاش، لكن انا حضرت النادي المصري في عصره الذهبي لما كنا في الهجره في راس البر، وكانت اللعيبه الله يرحمه مسعد نور واستنجا والناس وحامد الزهار
والتفاهمي والناس الكبار دول كانوا بيجوا بيتجمعوا من اماكن شتى مقابل مفيش مقابل مادي عشان بس حبا في الناس الكوره وبيقدم دون ما يكون اي مقابل. سياده اللواء محافظ بورسعيد، سياده اللواء سماح، مين اللعيب المفضل بتحبه في بورسعيد؟ كان لعيبك المفضل؟ والله الله يرحمه الكابتن مسعد نور، كان لعيب فنان، وكان الاسم بتاعه اللي هو الكاستن ده كان اسم على مسمى، لانه الكاستن دي من الحاجات الغاليه اللي هي في المأكولات زي المكسرات. بقى محل سمك دلوقتي يا كابتن احمد مصطفى. طيب بالنسبه مين اللعيب اللي بتفضله يا سياده اللواء في مصر؟ مين اللعيب اللي انت بتحبه في مصر دلوقتي؟ حاليا؟ يعني انا والله معلش انا ابتعدت شويه عن الكوره نتيجه لشغلي، فانا الحقيقه ما يعني خلال الفتره الاخيره يمكن ما بتفرجش على كوره والله، لكن خالص لو تقول لي في لعيبه النادي المصري يعني بيني وبينك عشان ابقى اكون صريح بظروفها يعني، لكن مش متابع جيد للماتشات مع توقف الدوري خلال الفتره اللي فاتت. تمام. تقول ايه للنادي الاهلي يا سياده اللواء ومجلس ادارته وجماهيره؟ انا ذكرتها عديد من المرات انه الجماهير العظيمه بتاعت بورسعيد اللي بتحب النادي المصري وبتحب بلدها هذا الحب الجنوني اللي لها تاريخ في المقاومه وتاريخ في العمل البطولي وهجره بره بلدهم وعوده الى بلدهم بعد الهجره، وتتحمل الكثير هي وجماهير الاسماعيليه والسويس كخط دفاع اول عن البلد. انا ما اعتقدش ان الجماهير دي ممكن تعمل عمل يؤدي الى حتى اصابه واحد مش وفاه، لكنها كانت مؤامره مدبره للاسف الصقت في جماهير بورسعيد. ان انا باؤكد والتاريخ هيثبت في الايام ان جماهير بورسعيد جماهير بريئه وجماهير محترمه فتحب الكره للكره فقط. وانا لازلت نادي بايدي واقول عندي استعداد اوصل حتى للقطب الجنوبي عشان ابرئ النادي المصري وامد ايدي لاي ايد تساعد في تبرئه جماهير النادي المصري. شكرا سياده اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، بشكرك على هذه المداخله القيمه. نرجع تاني، اتفضل يا استاذ محمد. انا تعقيب بس سياده المحافظ، انا بحب اشكره على الهواء بالنيابه عن مجلس اداره النادي المصري. لازم اشكره، الراجل ده فعلا واقف جنبنا واقف في ظهرنا. انت زي ما انت شايف كده احنا مجلس مجموعه شباب كلنا، خلي بالك يعني كلنا مجموعه شباب. كم سنه يا استاذ محمد؟ انا 32 سنه. 32. وياسر انت كام؟ 23. 40 سنه. تمام. مجموعه شباب، راجل بصراحه واقف جنبنا بكل حماس، وزي ما الحاج ياسر قال هو كان سبب رئيسي في تحميسنا ان احنا نخوض الدوري العام السنه دي ونبقى موجودين في الدوري العام، ونبقى يعني ان شاء الله مش نبقى موجودين بس، نبقى موجودين بشكل كويس كمان يعني في الدوري العام ان شاء الله. انا بقدم له الشكر وبشكره على وقفته معانا واحنا عشمانين فيه ان شاء الله مزيد من الدعم ان شاء الله، سواء المعنوي او المادي. بنتكلم على الدعم يا استاذ ياسر، كان في ازمه بالنسبه لعيبه المصري ان هم ما خدوش القسط الاول، وكلام ان الضرايب حجزت على الفلوس النادي المصري. والله يا كابتن خالد عايز اقول لك ان النادي المصري يعتبر يمكن ان لم يكن اول الانديه اللي وفت بمستحقاتها. احنا دفعنا 25%، دفعنا 25% من مقدمات العقود. احنا كان المفروض فعلا في ميعاد قسط، كان المفروض في شهر 11، بس جه مشكله الضرايب اللي حصلت دي. ضرايب من 94 ل 2007. دي مشكله على فكره في كل انديه مصر. المفروض في انديه مصر يمكن في انديه مبالغ متراكمه اكتر من كده. ده في الاهلي والزمالك والاسماعيلي وكله. وانا مستغرب يعني في وقت زي ده والنادي لسه احنا بالنسبه دفعوا 25% تاكيدا. واحنا في التوقيت الدوري العام. صحيح. في التوقيت ان احنا بنرتب البيت تاني، انت عارف ان الكيان كله اتهد. احنا بنقول 1 2 3 نمشي كده يعني. فحصل اللي حصل ده، فبرضه سياده اللواء سماح قنديل تدخل في القصه وكلم الناس المسؤولين عن الضرايب، ووصلنا معاهم حل برضه ان احنا دفعنا مبلغ وقسطنا الباقي، والموضوع في طريقه للحل، وان شاء الله القسط هيتصرف باذن الله ان شاء الله. تعالوا نروح لتقرير مع لعيبه النادي المصري القدامى، يعني رايهم عن عوده النادي المصري مره اخرى للدوري العام. ده لو دوري عام رجع يعني. نروح ونرجع لكم تاني. نرجع ان شاء الله. بشكر الكابتن خالد غندور، الاعلام الجميل
بصراحه، لان هو يعني انا من رايي الشخصي بيدي اهتمام كبير جدا لانديه الاقاليم، الاسماعيلي، المصري، الانديه الجماهيريه اللي هي تملت مظلومه اعلاميا. فانا بشكره فعلا من كل قلبي، وبشكرك بالتالي. اللي انا عايز اقول لك بالنسبه للنادي المصري، كلنا كنا بننادي ان احنا عايزين النادي المصري يلعب، وعايزين النادي المصري ياخد زي ما بيقولوا الصدمه الاولى. فان شاء الله ما يبقاش في صدمه. وانا شايف ان طبعا لازم يبقى في خوف على النادي المصري. البدايه ممكن انت في ناس، النادي الاهلي طبعا نادي كبير، المتعاطفين معاه كتار، المتعاطفين مع الحدث نفسه اللي بقاله مر عليه سنتين وشويه بردك ما هوش قليل. فطبعا هيحصل نوع من تفريغ شحنه. الاول عايزين نتكلم في حته المسؤولين عن النادي المصري. يعني انا شايف بس في مشاكل اليومين دول بالنسبه للنادي، بالنسبه لموضوع ضرائب. على المسؤولين في بورسعيد كلهم ان هم يحلوا ازمه النادي المصري. ما ينفعش ان النادي المصري داخل على بطوله بعد اكتر من سنه ونص بعيد عن المسابقه وبسبب مشاكل، ويتساب في ظروف صعبه. الناس كلها ملبوخه في ضرائب، لا مش عارف ايه. لا انا حتى لو على خلاف حتى مع مجلس اداره النادي المصري، لا كلنا لازم نقف، وانا اول واحد هقف. يعني انا بقولها عن نفسي اهو، انا اول واحد هقف، لان النادي ده بتاعنا كلنا مش بتاع فرد. تأمين الفريق في المباريات ان شاء الله اللي جايه باذن الله، ده بالنسبه للحته الامنيه. لكن طبعا في المجلس الاداره لازم توفير امكانيات للنادي المصري، للعيبه، اقساط اللعيبه، معسكرات، عشان تبقى المعسكرات قويه لتحضير الفريق للدوري ده. لان الدوري ده هيبقى طبعا احنا نفسنا نشوف النادي المصري بالصوره السابقه، نفس المستوى اللي كان موجود قبل كده. وبالنسبه للجهاز الفني طبعا احنا بنتمنى ان الجهاز الفني المحترم الموجود او مع مجلس الاداره المحترم الموجود ان يبقى في شغل كويس باذن الله، الاهتمام بالفريق، الاعداد القوي اللي احنا نقدر ننافس على البطوله زي الموسم اللي فات. طبعا بناشد الكابتن طاهر ابو زيد ان هو ومحافظ بورسعيد ان هم يتدخلوا لحل هذا الموضوع، لان اللي بين النادي المصري وبين النادي الاهلي يعني علاقات طيبه من واحنا بنلعب وقبلنا، وكان في علاقات طيبه بيننا وبين النادي الاهلي. الامن يدينا الموافقه على ان هو يؤمن اللعيبه والجهاز والجماهير اذا كانت هناك جماهير هتحضر المباريات. من غير كده تبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لنا. احنا قلنا في الاول ان احنا بنؤيد ان النادي المصري يرجع ويعود الى مكانه الطبيعي بعد ظهور ان الادله ان النادي المصري مظلوم فيما حدث بالنسبه للحادثه بتاعت بورسعيد بتاعت مباراه النادي الاهلي. النادي المصري امتثل لكل جميع القرارات اللي اتخذت ضده، والنادي المصري بيعود للدوري ومن حقه يعود للدوري. واحنا كل بورسعيد منطقه بقى هتعملوا ايه يعني لعوده النادي المصري، او اخترتوا مين او هتختاروا مين؟ احنا بالنسبه لنا في المنطقه احنا في صدد ان احنا بنعمل توعيه لجميع اللاعبين في النادي المصري. هنبدا نستدعي اللاعبين والحكام على اساس نعمل توعيه للاعبين، ثم التوعيه للرابطه بتاعه النادي المصري. الدوري يعني النادي المصري لعب مباراته من غير جمهور، انتوا هتخاطبوا مين في الامن عشان خاطر النادي المصري؟ هو بداية زي ما بدأنا في قطاعات الناشئين، احنا بنبدأ بمخاطبة المسؤولين في أمن بورسعيد، بداية من محافظ بورسعيد، وبداية من السيد مدير الأمن والحاكم العسكري في بورسعيد. احنا بنتخذ جميع الإجراءات اللي تأمن النادي المصري في عودته للدوري الممتاز. ورجعنا لكم مرة أخرى بعد ما سمعنا طبعا رأي لعيبة النادي المصري القدامى. أستاذ محمد، أكلمك على الميزانية. يعني أنا فاكر كان أي حد يتمنى يروح المصري. كمال أبو علي كان فلوس، يعني لعيبة بتاخد 2 مليون و3 مليون وبياخدوا 50% كاش. كانت ميزانية المصري قبل الحادثة دي كانت كام؟ يعني حوالي كام؟ كان لعيبة بياخدوا حوالي كام في السنة؟ لا هو طبعا احنا جينا السنه دي، يعني اكلمك على السنه دي عشان كنت موجود السنه دي. احنا جينا السنه دي بعد ما اعتذرنا عن الموسم اللي هو ما اكتملش اصلا. كان عندنا حوالي 17 لعيب. كان عندنا حوالي 17 لعيب عقودهم 22 مليون جنيه. 17 لعيب 17 لعيب عقودهم في السنه 22 مليون جنيه. 22 مليون جنيه تقريبا. ده من غير مكافآت وتنقلات لا عقودهم بس. ودي انا بعتبره نجاح لمجلس اداره النادي المصري بصراحه.
احنا دلوقتي لو هنتكلم على دلوقتي احنا 17 لعيب معانا. دعمنا النادي المصري ببعض اللعيبه. يعني انتوا نفس ال 17 اللي كان بياخدوا 22 مليون جنيه موجودين معاكم؟ موجودين. بجانب كملنا 7 لعيبه كمان 25 لعيب وخمسه ناشئين. وخمسه ناشئين. جددنا التعاقد مع كابتن محمود عبد الحكيم. لحضرتك كابتن عاشور الادهم طبعا تعاقد جديد. كل التعاقدات الجديده. ابن بورسعيد طبعا. كابتن علاء شعبان دي من الجونه. علاء طبعا. محمد محسن ابو جيشه من تليفونات بني سويف. محمد جه عندكم. محمد محسن لاعب اسماعيلي. موجود معانا. عندنا طبعا كابتن احمد فوزي كان طبعا معانا وكان واحد زميلي. محمد فوزي البكراوي طبعا. اتفسخ عقده. كل دول بكام؟ يعني كل ال 30 لعيب بكام؟ السيد عبد العال، ميدو حامد. كان في الحرس حدود. الوجوه الجديده بقى اللي ممكن حضرتك يعني تسالنا عليها. لعيب جديد. حسام حسن كمان رجع. حسام حسن طبعا رجع. لا هو كان موجود اصلا. لا حسام من ضمن ال 17 لعيب. لا انا قصدي رجع من تركيا يعني. رجع من تركيا. انا بكلمك على العقود على يعني التعاقدات الجديده. عندنا عم موسى لعيبنا من ابوه، لعيب هايل. عندنا لعيب جديد هداف، وانا يعني متوسمين فيه ان شاء الله السنه دي يبقى هداف في النادي المصري وهداف الدوري ان شاء الله. لعيب اسمه عطيه النشوي من الشرقيه، هداف الشرقيه. كان هداف نادي الشرقيه. ايوه عطيه النشوي. اشتريتوه السنه دي. عطيه لعيب انت بتتوسم فيه ان هو يكون من افضل رؤوس حربه الموجودين في الدوري. بالظبط كده. وهشام عبد الرؤوف ده مدافع النادي الشرقيه برضه من ضمن التعاقدات الجديده. اجمالي التعاقدات الشرقيه على فكره مليئه بالمواهب. ولاده بصراحه. عندنا كمان احمد صبري في حرس الحدود. كان لسه منقول ولعيب كويس قوي شفناه السنه اللي فاتت. اجمالي عقود اللعيبه دي كلها دلوقتي مع الخمسه ناشئين، ودي طبعا اللي انا هقوله دوت نجاح لقطاع الناشئين بالنادي المصري اللي بيعتبر افضل قطاع او من افضل القطاعات على مستوى الجمهوريه. هو النادي المصري حاليا، مع انه كان واقع الفتره الاخيره. لا صدقني قبل كده كان في مشاكل كتيره جدا وخناقات وما بيطلعش ناشئين وفي وسطات. انا هقول لحضرتك بالارقام دلوقتي. تمام. بالارقام وبالاسماء اللعيبه اللي في منتخب مصر النهارده من النادي المصري. تقول يعني انا اقول لحضرتك احنا صعدنا 5 لعيبه. كان اول واحد محمد مجدي وبلال عارف، ده مواليد 93. وجون ابراهيم الجراحي مواليد 94 ابراهيم الجراحي. وده ان شاء الله احمد شناوي تاني. وانا مسؤول عن الكلام اللي بقوله. وعندنا محمد العزب منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين. محمد اسامه 95 مع منتخب ربيع ياسين مواليد 95. منتخب علاء ميهوب اللي كانوا مع اللي كان مع كابتن علاء. لا كان مع كابتن ربيع ياسين قبل ما يمشي. 93 هو مواليد 95. يعني هو هيبقى موجود في منتخب 95 مع كابتن علاء. بالظبط كده. بعت له برضه دوت. كابتن عندنا كمان في الطريق ان شاء الله اسلام شتيوي، احمد جمال، لؤي المنصور، كل دول منتخب مصر 95 دلوقتي. عندنا 8 لعيبه كابتن علاء بعت لهم. لؤي المنصور ده لاعب مهاجم جامد جدا. عندك ابراهيم نور 95 برضك ان شاء الله، ده منتخب مصر ان شاء الله. مصطفى علي منتخب مصر. يعني كل دول ب 14 مليون؟ لا انا بكلمك لا كل ال 30 لاعب دول ب 14 مليون بما فيهم الخمسه قطاع الناشئين اللي اتفعل عقودهم يعني انتوا موفرين حوالي مثلا بتاع 8 مليون ولا لا احنا موفرين على 17 لعيب. 17 لعيب قول 3 وطبعا ناشئين ولاعيبه يعني ممكن نزود لنا 8 كمان مثلا يعني احنا الحمد لله يعني من ضمن نجاحات مجلس الاداره في الفتره اللي فاتت دي كلها. طيب انا شايف تيشيرت النادي المصري السنه الجايه، شايف تيشيرت سودا وتيشيرت خضراء عارفينها. السودا دي انتوا عاملينها ليه؟ وانا يعني كان ليا وجهه نظر ان عشان كان بتلبسوا ابيض، البديل كان ابيض. احنا كان ابيض فعشان الاحداث اللي عندنا في بورسعيد، الناس اللي ماتت ويعني احداث متواليه عندنا في بورسعيد. يمكن انا برضو بستغل الفرصه وبعزي نفسنا برضو على الفقيده الطفله الملاك الطفله. يا عيني كلنا فعلا كل مصر حزنت. فانا يعني كان لينا برضو وجهه نظر ان بدل الشارع يبقى الزي يبقى اسود كده، ويا رب ان شاء الله الايام تعدي على خير وما يبقاش في حاجه سودة ثانيه خالص ان شاء الله. ان شاء الله. هنطلع لفاصل في تقرير اعضاء جمعيه عموميه رايهم في عوده النادي المصري، فاصل اعلاني ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفي الكرام الاستاذ ياسر يحيى القائم باعمال رئيس النادي المصري، والاستاذ محمد الخولي عضو مجلس اداره النادي المصري البورسعيدي.
استاذ سيد، شايف رجوع عوده النادي المصري للدوري الممتاز بعد غياب سنه ونص ازاي؟ طبعا عودة النادي المصري للدوري الممتاز هو عودة الرياضة أو عودة نشاط كرة القدم إلى مصر مرة أخرى، لأن النادي المصري نادي جماهيري لا غنى للكرة المصرية عن تواجد النادي المصري بالدوري الممتاز، وعلى الدولة أن تقوم بتأمين كافة المباريات وعلى أخصها مباريات النادي المصري. عودة النادي المصري ده حقه الشرعي، مش منا بيمنها علينا حد، ده حقه الشرعي والطبيعي ان هو يلعب في الدوري الممتاز، لان الواقع اللي تم ده هو النادي ملوش علاقة بيها، بس لازم يكون في ضوابط لتأمين اللعيبة وتأمين المباريات اللي بيشترك فيها المصري، لان انا شايف ان في تربص من الالتراس اهلاوي بالنادي المصري وجماهيره، والدليل على كده الحادثة اللي تمت مع فريق كرة اليد بتاع بورسعيد وتكسير الاتوبيس. النادي المصري طبعا نادي كبير، نادي عريق، هيضيف طبعا لفرق الدوري الممتاز قوة في الدوري، وجماهيره طبعا هتسعد بوجوده، ونتمنى ان احنا نشوفه في احسن حال يعني ان شاء الله. ان شاء الله نادي مصر يلعب باذن الله، والمفروض الدولة والحكومة تقف جنبه وتعمل له حراسة زي ما بيطلعوا ورا الاهلي ورا الزمالك ورا الاسماعيلي بيأمنوه. المفروض برضك النادي المصري نادي كبير، المفروض برضك الدولة تبص له شوية وتأمنه، تاخد بالك ومفيش مشاكل. واهم حاجة طبعا النادي المصري لازم يتأمن بره وجوه طبعا، ولازم برضو الجمهور لازم الجمهور يتلف حوالين اللعيبة كلها ويشجعوا، لان لازم النادي المصري يرجع تاني لانه فريق كبير وفي مشجعينه كتير طبعا بره وجوه، ولازم نقف جنبهم ونساعدهم برضو لغاية ان هم يقفوا على رجلهم من جديد.